قول لي دادي او عماه، ناقص تقول لي العيله كلها اديتهم البوكس. هوب تعال يا نجم، بطل فرجة على العتا ده وتعال اقول لك ازاي تعرف الشركات اللي هتنزل توزيع ارباح قريب، وازاي تعرفها وامتى هتنزلها وهتنزلها بكام. اول حاجه هتعملها هتخش على جوجل وتكتب claps.therumble.app، هكتبها لكم هنا على الشاشه عشان تبقى اسهل. وبعد كده هتضغط على الثلاث خطوط اللي فوق على اليمين وتختار ايجيبت نيوز. بعد ما تضغط عليها بقى هيظهر لك حاجه اسمها ديفيدنس كالندر، وهنا هيظهر لك شاشه فيها ارقام. الارقام دي ببساطه هي الايام والتواريخ، على كل يوم في نقطه هو ده يوم شركه هتنزل فيه توزيع ارباح او هتسجل فيه توزيع ارباح. وهي ان في حاجه اسمها ريكورد ديت وحاجه تانية اسمها ديستريبيوشن ديت. ببساطه الريكورد ديت ده هو لازم اليوم اللي انت تكون شاري فيه قبله الاسهم اللي هتنزل ارباح عشان يتسجل اسمك في توزيع الارباح. والديستريبيوشن ديت اللي هو يوم التوزيع هو اليوم اللي انت هتستلم فيه توزيع الارباح. يعني هقولها تاني، يعني لازم تكون شاري قبل الريكورد ديت عشان يتسجل اسمك في توزيع الارباح. عندنا مثلا يوم 14 ابريل شركه اكت فاينانشال منزله توزيع ارباح بقيمه 17 قرش. يوم 14 ده هو يوم الريكورد ديت او يوم التسجيل، ويوم 17 ابريل هو اليوم اللي هتوزع فيه الارباح اللي هو الديستريبيوشن ديت. وبعد كده بطل تتفرج على الشرموط وركز في حياتك، لان مفيش حاجه من الكلام المعتوه ده هتنفعك. ولحد هنا سلام.